هو يا بنات عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا. فيديو النهاردة هيكون عن روتيني كطالبة في تانية اعدادي. هقول لكم النهاردة يا جماعة روتيني اليوم كامل، يعني ان انا طالبة في تانية اعدادي. هقول لكم هشارك معاكم روتيني في المدرسة، بذاكر ايه وازاي بنظم وقتي وتفاصيل تانية كتير اوي يا جماعة، بجد تفاصيل اليوم كله. فعشان كده ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وتشاركوا الفيديو مع اصحابكم عشان يستفيدوا هم كمان، عشان نوصل يا جماعة ل2000 مشترك. ودلوقتي يلا نبدأ. اول حاجه يا بنات عملتها اني صحيت الساعه 11. بصوا يا جماعه انا صليت الفجر، وانتوا تستغربوا دلوقتي انا يعني في اليوم ده مروحتش المدرسه، فالرجاله كنت صاحيه شويه متاخر. المهم يا جماعه ان انتوا تصلوا صلواتكم كلها وتحاولوا ان انتوا تصلوها في ميعادها. وبعد كده يا جماعه كان عندي ورد يومي من القرآن. أنا كان عندي هنا سورة الحج زي ما انتوا شايفين، عشان يعني أنا كان عندي مسجد فكنت براجع يعني سريعة على الصورة. انتوا يا جماعة لازم تحددوا ورد يومي ليكم، بجد مهم جدا، حتى لو صفحة واحدة يوميا بس بجد هيفرق معاكم جدا. بجد يا جماعة يعني بحس كده كمية راحة نفسية بعد الصلاة، بجد يعني كمية الهدوء بيبقى تحفة. بعد كده يا جماعة رحت عملت سكين كير روتين او سكين كير تايم يعني المهم انا استخدمت الغسول ده من كلير سيل والكريم ده من ميلانسينول. جماعة بجد كلمتكم عنهم كتير، عمري ما هتكلم عنهم، يعني مش هبطل احبهم. احلى كومبو للبشره للمختلط او الدهنيه، ولو فيها زيوت ورقص سودا كده وتحسوها دايما، يعني تحسوها دايما كده يعني فيها زيوت وعرقانه وكده، بجد تحفه. وهنا يا جماعه استخدمت فازلين كده على شفايفي وكريم للايد وبس، وسرحت شعري، وده كان سكين كير سريع يعني عشان نبدا بيه اليوم وكده، عشان بجد يا جماعه السكين كير مهم جدا وبيفرق جدا في شكلكم. يعني بجد يا جماعه الفازلين ده احلى حاجه يعني للشفايف. بعد كده يا جماعه رحت فطرت. بعد كده يا جماعه بعد بقى ما خلصت بقى، بعد التنظيف بقى نبدا مذاكره. هنا يا جماعه انا كنت بذاكر ساينس، ده ليسون 2. اول حاجه اللي يعني هو اصلا الوحده بتتكلم يعني عن الفيزيكس. فالمهم ان انا بدات اذاكر واقول لكم دلوقتي على طريقتي في مذاكره الساينس. اول حاجه يا جماعه ان انتوا طبعا انتوا يعني لو بتاخدوا درس ممكن تعملوا الحاجات دي بعد الدرس، او لو انتوا بتذاكروا لوحدكم اونلاين يبقى تمام تعملوا الحاجات دي بعد ما تسمعوا الدرس اونلاين. اول حاجه يا جماعه انا بمسك الدرس جزء جزء وبقسمه. وبعد يا جماعه انا ما بخلص كل جزء يا جماعة بروح انا يعني مراجعة الصفحة سريع. بصوا يا جماعة احسن يعني 2 مدرسين على اليوتيوب، ميس داليا نجيب ومستر شريف الهواري. زي ما قلت لكم هنا بعد ما بخلص كل جزء براجع سريع على الصفحة، ولو في يا جماعة كده يعني سؤال او كده بحله، ولو في جزء مهم يعني او سؤال او سؤال مهم بعلم عليه. انتوا ممكن كمان يا جماعة تستخدموا هايلايتس. ما شاء الله يا جماعة بجد الدرس اطول من حياتي، وكمية اسئلة وكمية جراف وكمية رسومات ما شاء الله، يعني انا مش طايقة نفسي صراحة من الكلام. ولو طبعا يا جماعة زي ما قلت لكم في اي تعريف طبعا انا بحفظه او قانون او كده، يعني عشان الحاجات دي بتيجي ثابتة ومهمة في الامتحان. وبعد كده يا جماعة حليت ده evaluate 1، مهم جدا يا جماعة وبيجي في الامتحان، فحلوه كله وتأكدوا من إجابته. بعد كده بعد ما خلصت مذاكرة الدرس خلاص أبدأ أحل الأسئلة. ويا جماعة أهم من التكرار في الدرس والقراية حل الأسئلة كتير، عشان هي دي اللي بتعودنا على شكل الامتحان. فيا جماعة انتم شايفين أنا هنا كان عندي يعني أسئلة كتير جدا يا جماعة. بعد ما بخلص كل جزء من الأسئلة بتأكد منه من الجايد أنسر، لو في أسئلة محتاجة كراسة إساي كده أو الحل يعني بستخدم كراسة عشان بحل لو يعني في أسئلة إساي وكده. كمان يا جماعة حلوا أسئلة التمييز أو التميز يعني والتقييمات اللي هي بتاعت الوزارة، عشان بيجي منها يعني كتير جدا ويعني بجد بيجوا في الامتحان. ويا جماعة كمان هقول لكم حاجة بقى من الحاجات الحلوة قوي اللي كتاب المعاصر عاملها، ان هو جايب أسئلة التميز دي. وزي ما انتم شايفين انا بصوت من ان في 17 جبريزون، يعني بجد مش قادرة مش احلهم ازاي. حتى هقسمهم على الاسبوع يا جماعة، بجد كتير قوي. زي ما قلت لكم احلى حاجة كتاب المعاصر عاملها أسئلة التميز دي، حلوها يا جماعة لان هي بجد يعني بيبقى فيها فكرة ودي هي اللي بتيجي في الامتحان، فانتوا حلوا دول بجد هتفيدكم جدا. بعد كده صليت الظهر بقى، خدت نص ساعة بريك كانت تقريبا بعد الساعة 2. بعد كده يا جماعة بقى قعدت شوية بعد الغدا وتنظيف المطبخ خلاص بقى والجزء ده كله. رحت يا جماعة رحت عملت بقى كوكيز. بجد يا جماعة دي أحلى حاجة أنا ممكن أعملها في الخريف. أنا بالنسبة لي أنا بحب أصلا الطبخ يعني والحلويات وكده. فبجد يا جماعة طعمها طلع تحفة. لو عايزين اعمل لكم الطريقة اكتبوا لي تحت في الكومنتس، بالذات يعني اللي كانت بالشوكولاتة دي مع اللبن كان طعمها حلو قوي. فلو عايزين الطريقة اكتبوا لي تحت في الكومنتس.
طعمها كان تحفة تجنن. بعد بقى يا بنات ما خلصت واكلت، كان عندي هنا يا جماعه واجبات وتقييمات كنت عايزه احلها، فبدات طلعت الكورسات اللي انا كان عندي فيها واجب وبدات ان انا احلها. كان عندي هنا واجب عربي، واجب ماس، واجب انجليش، تقييمات كتير وحاجات كتير قوي عايزه تتكتب. فبدات يا جماعه انا جبت بقى المقلمه والاقلام وقعدت اكتب فيهم. خدت حوالي ساعه بس خلصتهم كلهم وحليتهم عشان تكون حاجتي جاهزة. اهتموا يا جماعة بالكراسة لأن بجد عليها درجات. يعني احنا عندنا 70% يعني أعمال سنة، فلازم تهتموا بالكراسة وبالحاجات بتاعتكم. فانتوا اكتبوا يعني أول بأول علشان ما تراكموش عليكم. زي ما انتوا شايفين ان انا كان عندي ماس، المفروض ان انا كان في حليته بوريكم بعد الحل يعني. فبس يعني الحمد لله انا تعبت شويه صراحه بس خلصت الحاجات اللي عليا. اخدت يعني تقريبا في يوم حوالي ساعه، دي بس كانت الهوموركات اللي كانت عليا النهارده. انتوا طبعا تشوفوا الحاجات اللي عليكم ممكن تكتبوها الهوموركس والحاجات كده علشان يعني انتوا زي ما تلخبطوش وكده، وطلعوا الحاجات بتاعتكم كلها وابدأوا فيها وبس. بعد كده بقى يا جماعه بعد ما خلصت الهوموركات دي بدأت ان انا اذاكر انجليش. كتاب المعاصر حلو قوي يا جماعه بجد، احلى كتاب الانجليش حرفيا. النهارده كنت هاخد الستوري اللي هي كان اسمها The Little Inventor. عندنا تو ستوريز، اللي هي الاولانيه اللي بقولكم عليها اللي هي The Little Inventor، والتانية ديت هاخد النهارده الاولانيه. اول حاجه ما هقولكم بقى النهارده ازاي بذاكر الريدر او الستوري. ممكن تيجي في الامتحان، انا صراحه مش عارفه هي تيجي ولا لا. طبعا الكتب دول انا ما يعني دول هنحل فيهم بعدين. اول حاجه يا جماعه انا هنا كان مكتوب ستوري ماب بيتكلم عن كل شخصيه، فانا هنا بقرأ الحاجات دي. يعني الشخصية يعني مثلا هي مين أمل دي، فيعني أنا بقرأ المعلومات اللي مكتوب عليها وبعرف عن كل شخصية الصفات اللي كانت بتميزها. زي ما انتم شايفين أمل وأمل بيرنتس والمعلم ذا تيتشر وصديقتها اللي كانت اسمها يارا. وبعد كده باخد السيتنج البليس والتايم بتاعت القصة. البليس هو ايه وبعرفه برضو لانه بيجي في الامتحان، والتايم كان ايه. ببتدي بقى يا جماعة بعد ما بخلص الستوري ماب دي، ممكن تلخصوها في ورقة لو انتوا عايزين عشان ترجعوا لها بعدين، او ممكن بس يعني انتوا تكتفوا بان انتوا ذاكرتوها كده. وبعد كده بخش بقى هلاقي الكلمات بتاعة القصة. انا يعني بصوا يا جماعة لو في حاجة جديدة في الكلمات بحفظها، لو كلمات قديمة بس براجع عليها. بس برضو ان انتوا تكونوا عارفين معنى الكلمات عشان يعني وانتوا بتقروا القصة ما تتلخبطوش. ممكن يا جماعة اصلا تسمعوا القصة دي الاول على اليوتيوب او كده، اول ما بتاخدوا درس خلاص بعد كده انتوا طبقوا الكلام ده. بعد كده يا جماعة الديفينيشنز اللي تحت دي انا برضو بقراها وبعرف كل واحد معناه ايه. تمام كده انا بقول لكم كده الطريقة بالتفصيل، ممكن بعد ما تسمعوها وبس. وبعد كده يا جماعه البوب كويس الصغير ده بحله. مثلا بيقول لي نقط جيرل لايك امل هي عباره عن ايه، يعني هي مش عباره عن ايه، يعني هي ايه، يعني هقول هي يعني شغوفه او بتحب تستكشف. وبكمل بعد كده كاتبين المين بوينتس في الشابتر 1، التلخيص او يعني المين بوينتس على الشابتر 1. فانا بقى عندي هنا 6 بوينتس، فانا قريتهم كلهم وعرفتهم. ودي يا جماعه بجد يعني هي دي الطريقه اللي هتضمن لكم ان انتوا بجد هتقفلوا في يعني في سؤال الريدر ده مش هيبقى مخيف، ولا الكومنت مين قال كده ومين ما قالش كده لو مشيتوا بجد على الطريقه دي. بعد كده يا جماعه بقى بدات اقرا في شابتر 1. طبعا يا جماعه انتوا ممكن يعني انتوا تستخدموا هايلايترز، استخدموا مثلا يعني ممكن تستخدموا هايلايترز او ممكن تستخدموا اقلام رصاص، ممكن تستخدموا اقلام جاف ملونه، يعني اي حاجه انتوا حابينها. بعد كده يا جماعه كاتب سؤال وجواب على على شابتر 1 ملخص شابتر 1 على شكل سؤال وجواب. فانتوا انا برضو الحاجات دي بقراها لان هي بتساعدني برضو في الحل بتاعت الاسئله اللي بتيجي في امتحان اخر السنه. فانا برضو دول بقراهم بتركيز وبس كده. ممكن يعني انتوا تقراوهم وبس. فزي ما انتوا شايفين بجد يعني انا بحس ان هي يعني 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 مذاكره الريدر بجد ممتعه جدا جدا. زي ما انتوا شايفين هنا في الاسئله بتاعة التفكير او يعني اسئله التفكير العميقه برضو دي ركزوا فيها. بعد كده عندي الجنرال اكسرسايز الاسئله على شابتر 1، ابتدي ان انا احلها كلها، ولو في حاجه مش عارفاها برجع للورق، ولو في حل في يعني في جايد انسر او كده ممكن اشوفه. وممكن تسالوا المدرس بتاعكم في المدرسه او كده، او تشوفوا حلهم على النت لو انتوا مثلا مش بتاخدوا درس انجليش او كده وبتتابعوا اونلاين. بس انتوا يعني برضو انتوا ما تسيبوش ولا سؤال. ولو في اسئله يا جماعه زي السي كويتشن او سؤال يعني انسر كده طويل ممكن تستخدموه للكراسه. تمام. فانا بص زي ما انتم شايفين انا بوريكم في read and write true or false. هنا اكتب صح او غلط وكان فوق تشوز. زي ما قلت لكم ممكن تستخدموا اي كراسه لو انتوا حابين يعني علشان الاسئله الطويله دي تعرفوا تحلوها عشان ما تزنقوش نفسكم وكده. وهنا يا جماعه ده بس كده يعني. وهنا بقى المفروض بقيه الاسئله دي اهي
زي ما انتم شايفين اسئله كتير وحلوه يا جماعه. الاسئله المكتوبه على جنبها علامه كتاب المدرسه، لان هي بجد بتكون مهمه جدا جدا. وبس كده هنبدا على شابتر 2، وذاكروا كل شابتر بالطريقه دي. بعد بقى يا جماعه ما خلصت رحت اتعشيت وصليت العشاء والمغرب، وهنا كنت بعمل سكين كير روتين، هو نفس السكين كير بتاع الصبح، وسرحت شعري وكتبت التو دو ليست بتاعتي. وانتوا يا جماعه بجد كتابه التو دو ليست مهمه جدا، وانتوا بجد لو انتوا جربتوا ان انتوا تكتبوها مره هتفرق معاكم جدا. قوموا يا جماعه دلوقتي، اتمنى ان الفيديو كان مشجع ومحفز ليكم. قوموا دلوقتي اعملوا كل مهامكم وابدأوا، وان شاء الله نوصل كلنا اللي احنا عايزينه. وبس كده يا بنات، ده كان فيديو النهارده، اتمنى يكون عجبكم واستفدتوا بيه. ولو عجبكم ما تنسوش تضغطوا لايك وتكتبوا لي كومنت لطيف منكم. ولو يا جماعه عايزين اي فكره فيديو اكتبوا لي في الكومنتات تحت وانا هعملها لكم على طول. وما تنسوش تشاركوا الفيديو مع اصحابكم عشان نوصل ل 2000 مشترك قبل نهاية السنة. وبس كده يا جماعة، اتمنى الفيديو يكون عجبكم واستفدتوا بيه. وبس اشوفكم في فيديو جديد، بحبكم اوي يا جماعة، باي.